سلام الله عليكم أينما كنتم وارتحلتم. تحياتنا لخوتنا المغاربة داخل الوطن وخارج أرض الوطن. مرحبا بكم وشكرا لكم على التعاليق الإيجابية ديالكم، وشكرا لكم على لي لايك ديالكم والمساندة القيمة ديالكم يا أحلى متتبعين ومتتبعات. اليوم الإخوان والأخوات غادي نجاوبوا على الكسول وغادي نجاوبوه على الكلمات اللي كيخرج من فمه. إذن كيف ما انت كتضامن مع مرأة اللي مرضت وشتيها انها مريضة، تا انا كنضامن مع النساء اللي كنشوفهم محقورات ومظلومات ومن طرفك انت. اذا دابا نتوما بقى فيكم الحال بالنسبة للاخ جمال شانيل، حيت تكلم وحيت هضر. واخا بغيت نعرف الكسول، بغيت نعرف ما معنى انك كتضامن. دابا انت كتضامن مع النساء المغربيات. واش الحسنيه ماشي مراه مغربيه؟ واش الحسنيه ماشي مراه مغربيه؟ دابا انت قلتي كتضامن مع المراه المغربيه، ولكن الحسنيه واش ماشي مراه مغربيه؟ واش الحسنيه تكلمت ولا جبدت ولا داخله في شي انتقاد؟ اذا هنا فين تعرف راسك انت حقا وظالم. وانتوما دائما كتطبخوا الطبخه ملي كتشوفوا راسكم انكم السقوط قريب والنصر قريب. اذا غنمشي معاك نقطه. اخواني اخواتي اسمعوا لي. بالنسبه للكسول قال لك بانه جمال شانيل قتال مرته. واو على التهمه كيفاش دايره. اذا هنا فين غنبغي انني نوجه كذلك الرساله ديالي لمن يهمهم الامر، وكنتمنى انهم المسؤولون انهم يشوفوا هذه الرساله ويشوفوا هذا التحليل، ونشوفوا حنا من كيضرب في المؤسسات وكيتدخل في شؤون المؤسسات، واش هذا ولا هذا. واخا دابا هنا واش ما كيتشافش ان هذا راه ضرب في المؤسسه القضائيه؟ ملي غنجيو غنقول انا لجمال شانيل انك انت قاتل مرتك، اذا جمال شانيل عند من داز؟ واش جمال شانيل ما داش عند واحد القاضي؟ واش جمال شانيل ما داش عند الوكيل المحترم؟ واش جمال شانيل ما داش عند الامن؟ اذا جيتي جمعتي لينا كلشي انت في كفه، وقلتي ليهم انا احسن منكم في الكفه الثانيه. دابا انت جيتي اللي مازال قضيه ديال واحد المرحومه اللي الله يرحمها ووليها برحمه الله، اللي ما كتخليوش المؤسسات وما كتخليوش القضاء ياخذ المجرى القانوني ديالو، ويتبقى علينا داك الروح طاهره ديال داك الانسانه اللي هي سعاد رحمه الله عليها ترقد في القبر ديالها. اذا قلت فمكم انكم وصلتوا الخبز للفران. واخا اذا علاش ما خليتوش داك الخبز طيب على خاطرها؟ منين نتوما ومنين انت وصلتيها للفران ايها الفاشل، علاش ما خليتيهاش الطيب؟ علاش ما خليتيش وانت كتدخل في شؤون المؤسسات ولحتي ديما كترمي جمال شانيل بالاتهام ديال القتل ديال الزوجه ديالو؟ كنتمنى هادشي يتشاف بعين الاعتبار، كنتمنى انها تكون مساءله في هاد الامور. كيفاش انت عرفتي هذا بانه هو اللي داير لمرته، هو اللي مؤدي بالنهايه ديال مرته؟ كيفاش عرفتي هذا الشيء؟ كيفاش انت ايها الفاشل عرفتي هذا الشيء هذا ومجموعتك الفاشله عرفتوا انتم هاد المعطيات كلها وحكمتوا راسكم؟ ودابا انا بغيت غير نعرف منين انت كتقول لنا ايها الفاشل كتقول لنا بانه جمال قاتل، اذا علاش جمال ما كاينش في السجن؟ علاش جمال حاليا حر طليق في دارهم مع وليداته مع الزوجه ديالو؟ اذا علاش هو حر طليق؟ اذا هذه راها اهانه للمؤسسه القضائيه، وهذه الثاره كتسمى، وهذا تطفل.
اذا غنرجعوا لي صلب الموضوع كذلك. جاوبنا على هذه النقطه. بالنسبه لمراد الوانكم فعارف انا مراد الوانكم ما غيحتاجنيش انا ولا الاخر يدافع عليه، بالعكس مراد الوانكم ملي كيطلع كيعطيك الصاع صاعين، وعارفين بانه تحفه ملي كيطلع كيعطيك الصاع صاعين ماشي مشكل. نمشيو للنقطه ديال الاخت الحسنيه. منين انت كتضامن مع واحد السيده اللي بقات فيك وضربتي الطرقان وجيتي وكذا وكذا، هاد السيده هذه اللي ضامنتي معاها، غير سؤال، غير اننا غنرجعوا شويه للحقيقه، واش هاد السيده اللي ضامنتي معاها حاليا دارت معاك داكشي اللي دارتو معاك الحسنيه؟ واش منين كتضامن مع هاد السيده حاليا انا داك السيده عليا في الثقه ما كنجبدهاش، غير كنوريك وكنوري الوجه ديالك للناس باش يعرفوا التضامن الحقيقي ديالك اشنو هو. واخا واش المعامله اللي عاملاتك هي اللي عاملاتك الحسنيه؟ شحال وانت في دار الحسنيه؟ شحال وانت كيخبزوا ويغطيو ويوكلوا والدين الحسنيه؟ انت تضامنتي غير مع مرأة، ولكن هاد الوالدين هادو نسيتي شنو تنمرتي عليهم؟ نسيتي شنو سبيتي فيهم؟ نسيتي شنو رديتي ليهم دارهم دار دعاره؟ ولا كانت دار دعاره راك كنت انت فيها؟ واخا قلتي على الاخت الحسنيه بان هذيك كانت غير خماسه عندي، وكتقول لجمال شانيل بانك انت هذيك ديتيها غير من القهوه. الحمد لله حنا شفنا الاخ جمال شانيل داها من دارهم، خطبها من دارهم من والديها، كل شيء محطوط، واخا من غير الوقت اللي كانوا كيخدموا جميعا، هذيك كانت وقت عمل، ولكن الوقت الجد داها من دارهم. ونقولوا على قولت فمك نتايا كيف ما قلتي كتقول بان انت داها من قهوه، والله ما يديها من قهوه ولا يديها من بار. الحمد لله ياك ما داهاش من البار، ياك دا من قهوه، والقهوه راه تيجلسوا فيها عائلات، تيجلسوا فيها، راه حنا تنمشيو بوليداتنا ونجلسوا حتى حنا في القهوه. مالها القهوه؟ هذه نقطه ديال الضرب في السياحه، والضرب في اصحاب مشروع المقاهي، بحال اللي زعما قهوه راه شي حاجه ما كايناش، هو يديها من القهوه وما يديهاش من البار. بالقيام مفهومه والميساج واصل. اذا دابا علاش انت كتضامن لينا مع امراه؟ شي الحاجه الطريقه اللي ما كتعجبناش فيك. حنا ماشي عندنا حسابات شخصيه، حنا ماشي عندنا عداوه، انا ما كنحقدش ما كنحسدش، انا كنناقش. انا هنا كيف ما ناقشت عليك في واحد الوقت حتى دابا كنناقش فيك، حيت انت هذوك اللي كنت نهضر عليهم في ذاك الوقت كنت كنشوف كيطبقوا الطريقه ديالك، ولكن انا ما كنتش عارف بانها هذيك الطريقه ديالهم اللي كانوا كيطبقوا فيك، حيت عارفينك انك انت كنتي فيما مضى اللي كنت انا ما عارفش كتطبقها في عباد الله وثبتت لينا حاليا. ها هما ناس دخلوك لدارهم. انا اتحداك ثم اتحداك ايها الفاشل ايها الكسول، انها الحسنيه شي نهار عمرها سباتك، شي نهار عمرها ردت عليك بشي كلام، شي نهار انها عمرها حاوراتك. وهنا يرفع القبعه للمراه الامازيغيه الاطلسيه اللي هي الاخت الحسنيه. اذا راك كدير لينا داك المعادله ديال فرق تسد. حنا الحمد لله مغاربه تحت شعار واحد ورايه وحده وملك واحد، الله ينصروا لينا من طنجه للقويره. وانت راه اللي كتطبق لينا شي حوايج اللي كتبغي وشي ميساجات اللي كتبغي تلوحهم من التحت للتحت، لانه لو كنتي فعلا تحب الوطن ما كتدخلش في شؤون المؤسسات وتقول لهذا انت قاتل، كتقول جمال قاتل، كتقول لبكريشه مغتصب بنتك. شكون عطاك هذا الحق؟ شكون هذا؟ فين كاين هذا القانون؟ ماشي غير في بلادنا، في العالم كامل كيعطي لشي واحد الحق انه يجرم شي واحد من غير المؤسسه القضائيه. هذا سؤال. كتقول الاخت الحسنيه غير خماسه، انا ما فهمش. كتضامن مع امراه كتقول كنضامن معها وحده وكلاتك وغطاتك وصرفت عليك من مالها وحماوك حيت كنتي تحت الحمايه ديالهم، مادام انك جالس معاهم في دارهم ونكرتي خيرهم وطلعتي كتضرب فيهم.
وطلعتي كتضرب في هذه الاخت هذه الحسنيه. علاه الاخت الحسنيه زوجة الاخ جمال شانيل ليست بمراه محصنه اللي لحد الان وانت كتضرب فيها ايها الكسول الفاشل؟ لماذا؟ لماذا؟ واش انت مزوج زوجه وجمال مزوج بجوشه؟ اذا دابا هنا انا دوري انني ماشي كنصفي حسابات او حقد، او انا هنا دوري كنكشف كل متنمر. فانت اكبر متنمر. علاش غدوي على جمال وانت اكبر متنمر صاحبي؟ نمرتي على نساء عداده صاحبي، انت اللي كتضامن وكتبين كتضامن. علاش ما انت قاصرات وما تضامنتيش معاهم وطلعتي كتقول لهم وامام الجميع كتقول لي وكتنمر عليهم وكتقول لهم بسطل وكتنعتهم بكلام سوقي ساقط طايح النيفو؟ هل انت انسان انسان تعرف ما معنى الحقوقي او الجمعوي او لا تمس بصله، او الخيري او التطوعي؟ لا تمس بصله صاحبي، لا تمس بصله. منين بنات صغيورات قاصرات تنمرتي عليهم وخدام كتنعتهم بشتى الانعات امام الجميع، كتقول ها انا كنت علاش ما جيتوش لعندي؟ واش كاينه السيبه؟ واش حنا في بلاد السيبه باش غادي نجيو لعندك ولا باش غنتغاوتوا معاك ولا باش ندابزوا معاك ولا باش نديروا معاك؟ حنا ليس في بلد، حنا في دوله الحق والقانون، ولكل ذي حق حقه. وعلاش غادي نجيو؟ علاش؟ بغينا غير نعرفوا. حتى حنا غنقولوا لك ها حنا كنا كنهضروا وما خلينا ما قلنا ولازمنا كنهضروا، علاش ما جيتيش لعندنا؟ وها حنا كنا، لانك كنتي كتقول انا هذوك اللي كيهضروا وهذوك اللي كيقولوا عليا ولا اللي كيديروا غنقبضهم غندير لهم غنفعل لهم. حنا كنا تما. يلا انا كنت ندوز من وسطكم وندوز الحانوت ونشري وفطرت ووقفت في الحانوت تطبت وواقف من امامكم. شكون هضر؟ شكون تكلم؟ شكون قال انا؟ راه ما بقاتش في هذا الشيء، راه بقات في الرجوله بقات في الاخلاق وبقات في الضمير. لانني انا ما يمكنش، لانني عندي ضمير. الا ظلمت شي حد الضمير ديالي كيأنبني. اذا ما تبقاش تكذب على الناس وما تبقاش كتطلع وكتفلى على واحد المجموعه اللي كنقولوا لهم كيتفرجوا فيك كنقولوا لهم قاطع، حتى انهم كاين اللي كيسل راسهم داك القاطع وكاين اللي كتسل راسهم داك القاطع وكتجي وكتقول لك حنا كنا غالطين. نتوما ما غتعرفوش بحالنا، حنا كاع الخابيه ماشي هي الفوق في الخابيه، نتوما راكم الفوق وحنا كنا معاهم في كاع الخابيه. اذا ما يجيش الانسان يبقى يكتب لنا داك كومونتير لا كلنا فلان كلنا الفاشل احسن منكم داير عليكم وهو كيستحمر فيكم. ها هو خدام كيقول لكم انا كنتضامن مع هادي وكيزدح في الحسنيه، او انا تحديتكم وتحديتوش عمرت الحسنيه قالت فيه شي كلمه العيب ولحد الان. اذا ما تكونوش حتى نتوما متتبعين عندكم اراء خاصه ديالكم تخليو واحد اخر يتحكم فيكم ويديركم بحال العبيد. راكم عبيد صعصع نتوما، ما عندكمش شخصيه وكاريزما كتخموا وكتحلوا. ولكن هنا الا كنتو بغيتو تحرروا راسكم من العبوديه ديالو غادي تدخلوا وتطرحوا عليه السؤال. قولوا له الحسنيه اللي كتقول ليها كانت خماسه ديالي وكتقول لجمال بانها ديتيها من قهوه، ما عمرها جبداتك، ما عمرها قالت عليك شي حاجه العيب، ما عمرها انها نعتاتك بشي حاجه ولحد الان. علاش؟ حيت مراه اونس فعلا ما غاديرش راسها في يعني بهذا المعنى بالدارجه غاديرش راسها في شمايت، حيت عندها وقار، عندها واحد الاسره، عندها واحد الحاله عائليه، عندها الزوج ديالها تحترموه. وراه يقولوا شوف راه كيقول لك المثل كيقول لك اللهم نقولوا ديتها من قهوه ولا ديتها من بار. كيفاش يعني؟ ما معنى داها من قهوه؟ وراه كاع المغاربه راه النص فيهم الكبير راه كلهم تلاقاو مع النساء، وكاين كيكونوا عائلات في القهوه وكيكون عاوتاني عائلات، وكاين سبحان الله اللي عن طريق داك القهوه انهم كيتعارفوا شي عائلات، وانهم بالعكس ولد كيكون من هنا وبنت من لهيه كيتعارفوا بيناتهم كيتلاقاو كيكون زواج. فين كاين المشكل في هذا الشيء؟ فين؟ راه المشكل هو فيك انت، المشكل هو انت
اللي كتضرب في المؤسسات، المشكل فيك انت اللي كتضرب في المراه المغربيه فعلا. علاش الحسنيه جبناها من مقاديشو، جبناها من الفلبين؟ علاش امي فاطمه اللي هي امراه كبيره كثر من الام ديالك وتنمرتي عليها، وتجي انت تمثل لينا وتقول لنا انا اتضامن مع المراه المغربيه؟ هذيك قول خطه، هذيك قول خطه مدروسه، ما لقيتوش منين تشدوا جمال وما عندكمش منين تقبضوه، بغيتوا تدرسوا ليه خطه بحال كيف ما درتوا مع بوكريشه وكتزرعوا ليه وتامروا كيفاش وكيفاش وكيفاش. ولكن راه ربي حرم الظلم على نفسه، جعلوا بين العباد ديالو محرم. خص تفكر انها هذيك المراه حنا نطلبوا لها ربي الا كانت مريضه الله يشافيها، ولكن الا كانت النيه فيها نيه السوء راه فعلا ربي يا اختي راه غادي يمرضك ديال بصح وغادي يخليك، لان ربي راه حرم الظلم على نفسه. ما تتبعوش الظالمين وما تتبعوش الحقارين. وراه زوينه هذه، لا انا غنضامن مع هذه ونعطي للحسنيه، لا انا غنضامن مع هذه ونضرب في يسرى ونضرب في فاطمه الزهراء ونضرب في لبنى. راه عاقوا بيك بهذا المعنى، راه كل شيء عاق، كل شيء بي راه سخن الطرح. راه شوف، راه الميساجات بداو كيوصلوك، منين بداو كيوصلوك الميساجات راه الانسان ملي كيسخن عليه الطرح كيرجع للطريق وشي الطريق ويشوف كيفاش يدير شي حريره لحريرته. ولكن انت غير ما زايد فيه، غير ما زايد فيه، غير ما زايد فيه، عندك حساب لك. راه ملي كيطيح بنادم في المقله راه كيتقلب المعقول، وانت ادرى بهذا الشيء. ماشي ان اي واحد غينتقدك، لا كينتقدوني الانفصاليين الخونه. واش انت اللي وطني ملكي بوحدك في هذه البلاد هذه من طنجه للقويره؟ راه 40 مليون نسمه كلها ملكيه ووطنيه الحمد لله. وزائدون خلي عليك الملكيه والوطنيه، خليها عليك ابار في الانتقاد ديالك. لان علاش؟ ما معنى شنو معنى الانتقاد ديالك؟ انك كتضرب وكتفرس في النساء وفي الاسر المغربيه وتجي تقول لنا انا وطني ملكي. اللي ملكي ووطني كيبغي بلادو الخير، كيبغي بالمؤسسات بلادو الخير، كيبغي بولاد بنادو وبنات بلادو الخير. ماشي انا غندرسها من هنا ومن هنا ونطيحها ونجلس فالحين في الباطل، فالحين في البهتان، فالحين في التبوحيط. ولكن انا غير رسالتي كنقولها لذاك الناس، داك الاخت، انا كنقول لك الله يشافيك الا كنتي مريض، ولكن الا كانت النيه ديال السوء راه والله انتظري المرض ديال بصح من الله. اتقوا الله وبعدوا عليكم من الناس وما تقولوش شي حاجه اللي ما كايناش. والسلام عليكم. وكلنا جمال شانيل، وكل تضامن مع الاخ جمال شانيل لانه المتهم بريء حتى تثبت الادانه ديالو، وكل التضامن مع الاسره المغربيه. والسلام عليكم.